سلام وعليكم. بسبب خريطة المغرب أحمد السلطان يلقن الصحفية أمريكية درسا. أشاد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل الفنان المغربي أحمد سلطان خلال استضافته من قبل إحدى القنوات الأمريكية الشهيرة من أجل التطرق إلى موضوع المساعدات الشعبية الإنسانية لضحايا زلزال الحوزي. وكان أحمد سلطان قد حل من المغرب ضيفا على استوديو أخبار قناة CBS الأمريكية من أجل التطرق إلى موضع مساعدته لضحايا الزلزال والتضامن الشعبي الواسع لجميع شرائح المجتمع المغربي، ليفاجئ المذيعة قبل إجابته بمطالبتها أولا بتصحيح خريطة المغرب. وجاء في رد الفنان أحمد سلطان: أولا الرجاء تصحيح الخريطة لأنك قسمتي المغرب إلى قسمين، الرجاء إعادة الصحراء المغربية للخريطة وتصحيح الأمر، لقد تم الاعتراف بمغربيتها من قبل بلدك منذ 2 أو 3 أعوام، وذلك قبل أن ينتقل مباشرة إلى الرد عن تساؤلها. يشار أن مصدرا مطلعا كان قد كشف لموقعنا قبل أيام أن الفنان أحمد سلطان قد بادر بتقديم مجموعة من المساعدات العينية لصالح أبناء مدينته تارودانت من المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب، وذلك في سرية تامة رغبة منه في عدم كشف الأمر أو تداوله إعلاميا. وكان ذات المصدر الذي شدد حينها على ضرورة عدم نشرنا للخبر قد كشف لموقعنا أن مبادرة أحمد سلطان هذه هي من ضمن مبادرات إنسانية كثيرة دأب على تقديمها رفقة جمعيته الإنسانية لفائدة سكان مدينته الأم. من جهة أخرى، بلغ عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وتارودانت وشيشاوة ومراكش مساء الجمعة الماضي مقتل 2946 وإصابة 5674 آخرين.